سئل فضيلة الشيخ عن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تصفد في رمضان. بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المراد بهذا حين قال فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، يعني لا يستطيعون أن يضلوا مثل ما أضلوا من قبل في بقية الشهور، فهي لا تصفد تصفيدا مطلقا بحيث لا تغوي أحدا، بل هي تغوي، لكنه ليس كإغوائها في غير رمضان، لقوله فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. هذا وجه آخر أن في بعض ألفاظ الحديث تصفد مردة الشياطين، يعني الأقوياء في شيطنتهم، وعلى هذا فيكون من دونهم يمكن أن يوسوس للناس